السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. في اول الفيديو كنت سايباكم كده علشان تسمعوا قرمشة الرقاق. احلى رقاق هتعمليه ان شاء الله للعيد، وما تشتروش تاني من بره. نص كيلو دقيق هنعمل احلى رقاق ناشف عشان نحشيه كده لحمة مفرومة، لان دي من اجمل واحلى وصفات في العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل عيد متجمعين على خير. يلا بينا نبدأ في الوصفة. والنهاردة معايا نص كيلو من الدقيق وكوباية من المية. الدقيق بتاعك هتحطي جنب كوباية المية وتشوفيه هياخد مية قد ايه، عشان بيختلف من نوع دقيق لنوع دقيق. تمام. جبت نص كيلو من الدقيق، عليه معلقه صغيره من الملح ممسوحه كده، وحطيت ميه جنبي وبنزل بيها تدريجيا لحد ما اعجن العجينه وتتلم معايا، وكمان تكون طريه. انا ولا عايزاها ناشفه قوي يابسه، ولا عايزاها طريه ملزقه. انا عايزاها كده عجينه لينه وسط، وتكون سهله كده في الفرد وفي الخبز. هبدا بقى ان انا احطها على الرخامه. الناس كتير عارفين اللي متابعين ان انا بحب اعجن على الرخامه قوي. بحس كده ان انا ايدي مالكه كده من العجين. وبعد ما اعجنها كويس ويطلع كده شكلها طري وحلو زي ما انتم شايفين، بلفها رول كده، او ممكن انتي تقرصيها كور صغيره. بس انا بحب الفها رول كده عشان اخليها كلها متساويه، تبقى التقطيعه كلها على قد بعضها. ببدأ بقى ان انا اقطعها حتت صغيرة كده. حجم الكرة او حجم العجينة بيبقى 50 جرام. فبتبقى حلوة قوي. لو عندك ميزان تقدري ان انتي توزني كل قطعة، ولو ما عندكيش بالشكل كده بالويم يعني، هتعرفي ان انتي تعملي كل واحدة ضد التانية. ببدأ كده ان انا اكورها في ايدي كده والم العجينة في ايدي. وكمان ابدأ ان انا اجيب صينية ارش عليها رشة دقيق، وابدأ ان انا احط عليها الكور اللي انا رصيتها دي، او العجين اللي انا لميته ده. هخلص بقى الكميه كلها معايا، وهسيبها ترتاح لمده 10 دقايق. وبعد 10 دقايق هنيجي مع بعض عشان نفرد احلى رقاق بطريقه تسويه حلوه جدا. مش هندخله الفرن، هنعمله على عين البوتاجاز من فوق. والله احلى قرمشه انتوا شفتوا بعينيكم وسمعتوا صوت القرمشه عامل ازاي. هسيبه يرتاح لمده 10 دقايق، وبعد كده هفرده مع بعض. هرش بس على الوش رشه دقيق عشان العجين ما ينشفش معايا. هغطيه واسيبه يرتاح لمده 10 دقايق. ما عنديش خميره ولا عندي بيكنج باودر ولا اي ماده رفع، فلازم اسيبه يرتاح 10 دقايق علشان ابدا ان انا يتفرد معايا بسهوله، وتكون طريه وناعمه كده وهي بتتفرد. تمام. هخلص بقى اسيبكم 10 دقايق ونرجع بعد كده نفردهم مع بعض. الرقاق من الحاجات اللي بتبقى أساسية في العيد الأضحى، وبتبقى من أجمل الصواني اللي بتتعمل جنب الفتة، جنب اللحمة الكباب حلة، بتتعمل جنب أي حاجة بصراحة. فهي من الصواني المهمة جدا. عايزة أقول لكم إن كيلو الرقاق بره معدي ال 40 وال 50 جنيه، وهو أصلا كيلو الرقاق ده بيطلع من نص كيلو من الدقيق اللي هو أصلا 10 جنيه. فبصراحة يعني ربنا يبارك للجميع وللناس اللي بتسترزق منه. هو المكسب منه حلو قوي. وكمان خبزه سهل وفرده سهل جدا. ببدأ بقى ان انا اجيب كل الكور اللي معايا وابططها زي ما انتم شايفين. ليه ببططها؟ عشان لما ابطط الكمية كلها او لما افرد الكمية كلها، ببدأ يعني برصهم كده جنب بعض، وابدأ من اول واحدة انا فردتها وانا بططتها. فاول كده ما ببدأ ان انا افردها برصهم على الصينية، واخد اول واحدة انا بدأت فيها. بفرد كده يمين وشمال وشمال ويمين لحد كده وجميع الاتجاهات لحد ما اخد شكل بيضاوي مظبوط. هخلص معاكم الفرد كله، وهقول لكم في النهاية ازاي نسوي ودرجة الحرارة قد ايه. بحب كده ان انا ابطط برضو بايدي، وافرد كده والف في العجينه يمين وشمال وشمال من يمين، عشان كلها تتفرد بسمك واحد، وعشان كلها تكون كده رق السيجاره. انا مش عايزاها تخينه، عشان هي لو تخينه هيطلع معاكي طري خالص. عشان يطلع مقرمش ابدأي ان انتي دوسي كمان على الاطراف، علشان بيبقى النص بيتفرد قوي والاطراف بتفضل زي ما هي تخينه. فدايما الحركه اللي هي بعملها بايدي دي بتفرد جميع الاطراف، ومش بتخليها تخينه كده. هخلصها بقى، ولما بخلصها جنبي صينيه ورش عليها دقيق، وهبدا ان انا احطها عليها. وهكذا كل الطبقات اللي عندي برش ما بين كل طبقه وطبقه رشه دقيق، علشان ما يلزقش معايا. وباخد من لو كمان انت خايفه ان هي تلزق، امسحي مسحه زيت وحطي رشه دقيق، مسحه زيت ورشه دقيق، علشان لما تيجي تفكيهم من بعض يتفك معاكي بكل سهوله، مش كل طبقه تتلزق في التانية. حجم الصينيه اللي انت هتعملي فيها هو اللي بيترتب على حجم الرقاقه اللي انت بتفرديها. تمام. فالصاج اللي عندي وسط، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، فانا خليها كده الرقاقه بتاعتي رفيعه.
وسط، يعني حجمها وسط. ببدأ كده ان انا على ايدي كده برحها كده، وهبدأ ان انا برضو ارصها على صينية لحد ما اخلص الكمية كلها. هخلص الكمية كلها وهنروح مع بعض على البوتاجاز ونشوف هنسويه ازاي بكل سهولة. لو لسه متابعاني لحد الان يا ريت تنزلي تحطي اللايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو الناس كتير يشوفوه. وكمان لو ما اشتركتيش معايا في القناة وعجبك الفيديو يا ريت تشتركي في القناة عشان تكوني من ضمن الناس اللي بتتابعني، واتشرف جدا بمتابعتكم كلكم. هفرد بقى الكميه كلها ونروح نشغل النار. طب هسويه على ايه؟ الصاج الكبير اللي احنا نخبز بيه، او صاج البسبوسه عامه. الصيجان اللي هي بتبقى ألمونيا دي بتبقى حلوه جدا في التسويه. هبدا ان انا اقلبها، يعني تبقى هسوي على الظهر، فهبدا ان انا اقلبها ومش بدهن اي حاجه خالص، بسخنها جامد وبرجع كده اوطي النار، لان النار لو عاليه الرقاق بتاعك هياخد لون ومش هيستوي حلو ومش هينشف حلو، هتحسين هو حروق كده وما نشفش حلو. فهخلي الصاج على نار عاليه يسخن، وبعد كده وطي النار خليها على وسط. سخن معايا هبدا انزل بالرقاقه بتاعتي بالراحه خالص، بفرد بايدي اهو بالراحه عشان ما يتقطعش معاكي، ولو اتخرم خرم زي اللي انتوا شايفينه ده كده مفيش مشكله، كده كده بيتسقسق في بشوربه وبيتعالج يعني. ببدا بقى ان انا اقلب يمين وشمال واجيب اسباتيولا كده افرد اضغط على الاطراف علشان تستوي برضو معايا. هخلص بقى الاطراف كلها بالضغط اللي انا بضغطه ده، علشان لو فيها حاجه تخينه تستوي معايا وتنشف ويبقى كلها واخد قرمشه واحده. بقلب بقى يمين وشمال وشمال ويمين، وكل شويه اقلبها على الوشين علشان تاخد معايا لون، وكمان عشان تستوي من جميع الاتجاهات. نفس الطريقه اللي انتوا شايفينها هخلص بيها الكميه كلها، وزي ما انتوا شايفين بطلعه بكل سهوله. والصاج ما بين كل رقاقه ورقاقه بمسحه علشان الدقيق كده بياخد لون، فعلشان ما الدقيق لما بينحرق بيدي طعم وحش للرقاق، فلازم تمسحوا الصاج. لو حابه تحطيه في الفرن مفيش مشكله، ابداي ان انت حطي صاج في الفرن وسخنيه، وابداي ان انت حطيه على الصاجه لو الصاجه بتاعتك نظيفه وبتتخبز عليها عادي. هخلص بقى كده الكمية كلها، وطبعا هتشوفوا في اخر الفيديو برضو تسمعوا القرمشة الحلوة بتاعت الرقاق. ودي يعني القرمشة الجامدة طالعة من التسوية. وليه سويه حلو واصبري عليه في التسوية؟ علشان لما يبقى مقرمش قوي بسقسقه كده بالشوربة، وببدا ان انا ما بيبوش في رقاق كده بيبوش معاكي مسافه ما بتنزليه في الشوربه. ده لا، بتفضلي كده تسقيه يمين وشمال كده وتغطسيه في قلب الشوربه، مش بيطرى، يعني بيطرى شويه بس مش بيبوش زي الرقاق اللي بره. الكميه اللي انتوا عايزينها تقدروا تعملوها طبعا، وتقدروا تخزنوها في كيس كده نايلون، وتربطيه حلو وتعينيه بقى فوق التقفيل، تعينيه في مكان يعني انت عايزه تعيني فيه، وتقدري بقى انت تطلعيه في اي وقت تستخدمي منه. هتسمعوا بقى معايا القرمشه. الف هنا وشفا، ويا رب الفيديو عجبكم. كنت معاكم الشيف هبه شيحه من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه، وكل سنه وانتم طيبين.